اهلا بيكم في قناتي تجربة ايمي. تجربتنا النهاردة في مكان حلو قوي وبسيط قوي في نفس الوقت. انا كنت في القاهرة ولقيت الكوبري الخشب ده، وبصراحة الوقفة عليه كانت في منتهى الروعة بالنسبة لي. انا كنت رايحة متحف ام كلثوم عشان كان نفسي جدا اتفرج عليه، وللاسف اليوم ده كان اجازة فما لقيتش المكان مفتوح. وانا خارجة من متحف ام كلثوم لقيت الكوبري الخشب ده موجود في المانيال على الكورنيش زي ما انتم شايفين، ده الموقع بتاعه. المكان بجد حلو جدا، خدت فيه شوية صور حلوين قوي بصراحة. زي ما انتم شايفين على يميننا وعلى شمالنا النيل، والكوبري ده بيعدي من منطقتين، بس طبعا بما اني مش من القاهره فانا ما بعرفش اسامي المناطق بالتحديد. لكن الكوبري الخشب ده موجود جنب متحف ام كلثوم عند قصر المنسترلي. مجرد ما تنزل من الكوبري بتلاقي مواصلات من ناحيتين. المكان حلو قوي قوي، الوقفه عليه جميله، يتاخد فيه اجمل سيشن صور بصراحه. المكان رغم بساطته الا انه شيك قوي، وطبعا وجود اي حاجه على النيل بيديها جمال وروعه غير طبيعيه. ده المنظر الاجمالي للكوبري. حبيت اقول لكم تجربتي هناك، اللي حابب ياخد صور حلوه في مكان بسيط ورخيص وببلاش وفي الشارع وملوش اي تكلفه، يروح عند الكوبري اللي موجود عند متحف ام كلثوم عند قصر المنسترلي. المكان هيعجبكم قوي، ومكان هادي والدنيا هناك جميلة، والوقفة على النيل حلوة قوي بجد. دي تجربتي هناك، حبيت اقولها لكم.